عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا حبايبي هنعمل مع بعض طريقة المسقعة على أصولها وبكل تركاتها. جبنا بطاطس وبتنجان وفلفل رومي وحامي. قلينا الأول البطاطس في الزيت، وبعد كده نزلنا عليها بالبتنجان، وبعد كده نزلنا بالفلفل. طلعنا الكلام ده كله، سبناه في مصفى يصفي الزيت اللي فيه كله، وبعد كده جبنا حلة شوحنا فيها بصلاية متوسطة مفرومة، قلبناها كويس جدا في معلقة زيت كبيرة، وبعد كده نزلنا عليها ب5 فصوص من الثوم المفروم وقلبناهم كويس. اول ما تحسي ان ريحة الثوم كده طلعت على وشك، تبتدي تنزلي بقرن كبير من الفلفل المطحون وتقلبيهم كويس، وبعد كده تنزلي عليهم ب4 كوبايات من صلصة الطماطم المفرومة. هتسيبي الصلصة دي كلها بالمكونات بتاعتها تتسبك، وبعد ما تتسبك تبتدي تنزلي بالبطاطس الاول عشان هو اللي هيستحمل الصدمة بتاعة الطماطم، وبعد كده تنزلي بالبتنجان، وبعد كده تنزلي بالفلفل. حطينا شوية ملح وشوية فلفل اسمر ومعلقة صغيرة من السكر علشان تعادل حموضة الطماطم. وبعد كده هو ده كان الشكل النهائي للمسقعة بتاعتنا. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، ويا رب تكون الفيديو خفيف على قلبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل جديد، وتاكلوها بألف هنا، وإلى اللقاء.